طب لحد بقى بتحاول انت تطلع الحاجات دي من جواك؟ طبيعي، ما هي الحاجات اللي هي اللي بيطلع من القلب بيخش القلب. طيب هل انت متقوقع على نفسك؟ متقوقع يعني ايه؟ متقوقع يعني داخلك هو اهم ما يشغلك، عايش في شرنقه. لا انا عايزك ايه، تشعبوا لي العمليه شويه يعني. وطيارات مقلوبة والناس تبقى حزينة وكل شقة ودار يا ليل. شويه تعليمات لما تيجي تسمع الحلقه دي، لازم تكون شايف الفيلم وفاكر كل تفصيله فيه، ويا ريت تشوفه زي ما احنا كنا بنشوفه واحنا بنحلل في الحلقه. حط دي في اول انا هقصها واحطها اهلا بكم في حلقه جديده من بودكاست شعبولي. الحلقه دي هتبقى مختلفه غير الحلقات بتاعتي المعتاده اللي بيكون فيها انا واصحابي بنتكلم فيها عن مخرج معين. الحلقه دي هتكون عن فيلم جديد، فيلم اف 1 فورمولا 1 لبراد بيت. الفيلم ده لما شفته، انا ليا صديق بيعشق حاجه اسمها عربيات، بيعشق حاجه اسمها سباقات عربيات. فلما شفت الفيلم ده او سمعت عنه رشحته له تلقائيا. فهو لما كان في مناسبه ودخل السينما، فدخل الفيلم ده في السينما، انبهر بالفيلم بشكل كبير جدا ودخل قعد يكلمني عليه. فانا اول ما الفيلم نزل اونلاين، بالمناسبه كنت هخشه السينما بس كسلت، ولما روحت البيت لقيته نزل اونلاين في نفس اليوم، فدخلت شفت الفيلم. انبهرت بالفيلم وركزت في كل التفاصيل بتاعته من اوله لاخره. لما جيت بقى بتكلم معاه عن الفيلم لقيته بنفس يعني نفس التفاصيل دي ويمكن اكتر بكتير قوي هو عارفها، لان هو طبعا خبير في العربيات وفي السباقات وعامه. فمعايا سفيان المصري. حبيبي اهلا وسهلا. عرف نفسك. انا سفيان المصري، مش عايز اعرف نفسي بصفتي دكتور نفسي عشان انا مش في الشغل دلوقتي. انا سفيان المصري بني ادم عادي بيحب العربيات، دي من هواياتي. انا بحب العربيات لان شايفها بتعبر عن القوه والحريه والسرعه. المحرك بالنسبه لي هو يعني حاجه زي القلب النابض كده للعربيه. فاهمك. آه، بحب التفاصيل دايما، انا ما بحبش ابص للعربيه ان هي حاجه بتنقلك من منطقه A لمنطقه B. لا، هي موضوع أعمق وفيه تفاصيل كتير جدًا عن كده يعني. أنا باحب العربيات من حوالي 10 سنين، باحبها من ثانوية عامة 2015 مثلًا يعني في الحدود دي. اللي خلّاني أحب العربيات إن كنت باشوف فيها إن هي قابلة للتعديل، أقدر إن أنا أعدل فيها براحتي بمزاجي. فيها تفاصيل كتير، فيها تكنولوجيا، فيها mix ما بين الكهربا والميكانيكا، العفشة، الموتور ده لوحده حاجة كده لوحدها. إيه الفرق ما بين الhorse power والnewton meters في عزم الدوران بتاع الموتور. ال إيه القطع اللي لو زودتها ممكن تضيف قوة للموتور. طيب إزاي تمام. في نفس الموتور ده لو حطيت له قطعة صغيرة زي التربو مثلًا ممكن يزود 100 horse power مثلًا، أو السوبر تشارجر مثلًا أو كده. طب إزاي لو غيّرت حاجات في الheaders والشكمان مثلًا والحاجات دي. هو أنا طبعا مش فاهم حاجه، بس انا بحاول افهم. أنا لو قعدت أشرحها لك هنخرج برّه إطار الفيلم، بس خد ولكن بالك من حاجه، إمم، انت هنا في شعبولي، فلازم تشعبل كل حاجه إمم، عشان توصل مش بالطريقه البسيطه اللي هي الساذجه، لا إمم، بالطريقه اللي تكون فاهمني، فاهمك. حب كده فاهمني. إمم. فكرة العربية مبنية على 3 حاجات. مم. الموتور طبعًا عشان يشتغل لازم 3 حاجات. أكيد. لازم الموتور ده اللي هو القلب. اللي هو القلب بتاع مم. العربية، تمام، تبقى فاهم قلبها. ازاي؟ لازم بنزين، معروف طبعًا، أكيد. البنزين ده هو الوقود، هو الميه. بالضبط، هو ده المَيّة بتاعة البني آدم ده، تمام. طيب الحاجة اللي هتولّع البنزين ده إيه؟ شرارة، مم. عشان خاطر يحترق، عشان يدّيك طاقة، تمام. طيب عشان الشرارة دي تولّع في البنزين لازم هوا، اه. فهوا، شرارة، بنزين، يتحرق في حاجة اسمها غرفة الاحتراق جوّه الموتور، تدّيك ايوه. طاقة. الطاقة دي طاقة دفع، بتخلّي العربية تمشي لقدّام، تمام، أو ورا طبعًا. ده الموتور باختصار. طب الهوا ده بقى العربيه بتمشي ورا. عادي. اه صح، من خلال التروس. في حاجة مارشميلو اسمها ورا. الgear box أو التروس. اه التروس تمام. دي في تروس كبيرة وتروس صغيرة على حسب أنت عايز عزم، عايز قوة فبتاخد أكبر ترس، والّا عايز سرعة فبتاخد أصغر ترس. نفس فكرة العجلة كده والجنزير، بس دي لسه بطريقة قلت كده. simple يعني، تمام. الفكرة بقى إن هم خدوا موضوع الموتور والهوا بالذات ده درسوه. مم. ليه؟ في حاجة اسمها الair suspension، تمام، في حاجة اسمها الaerodynamics اللي هي آلية عمل الهوا في العربية. يعني إيه؟ باختصار كده عشان نلخص الحتة دي ونفسرها ونخش على بسهولة كده، الفيلم، احنا ونخش لسه على ما دخلناش الفيلم على على الفيلم. طول، تمام. انت خلي بالك، انت بتقول كل ده عشان توضح كل ده ظهر في الفيلم ازاي. يعني في السباقات
انت ليه بتحب السباقات اكتر حاجه؟ انا بحب السباق لسببين. تنافس. السبب الاولاني ان انت مختار تحب حاجه فيها خطوره. اللي بيحب السباق هو فعلا بيحب السباق، على عكس مثلا حد بيحب الكوره لان كل العيله بتاعته بتحب الكوره. انا ممكن ابقى ما اخترتش احب الكوره بس عشان بابا وماما واخواتي كلهم بيحبوا الكوره هتلاقي حبيتها زيهم. انما نادرا ما تلاقي حد بيحب سباقات عربيات. ففي الاغلب انت اللي اخترت ده. تمام. فدي اول حاجه. تاني حاجه انت بتلاقي تفاصيل كتير جوه السباق ده. انت بتلاقي تنافس ما بين الشركات وبعض. يعني سباق مثلا زي فورمولا 1 هو مش سباق سواق بس، هو سباق سواق وشركه بتطلع لك برودكت اللي هو العربيه بتاعتك فيها تكنولوجيا معينه، فيها الايروداينامكس بقى اللي انا شرحتها في الاول دي، بتبين لك قد ايه ان الجسم بتاع العربيه من بره لما غيروا قطع صغيره ليها علاقه باحتكاك الهواء بجسم العربيه كسبتهم السباق. اشتغلوا على عامل الهواء، لا ليه علاقه بقى لا بشركه ولا بسواق. تمام. عشان كده التفاصيل الصغيره قوي دي هي اللي بتخلق لنا العظمه دي، هي اللي بتخلق لنا المكسب. تمام. دي تاني حاجه حبيتها اللي هي التفاصيل. ندخل بقى على الفيلم اخيرا. المقدمه 5 دقائق. حلوين احنا كده، احنا ADHD اصلا في الحلقات التانية فعال. تمام. اول حاجه بيبدا بيها الفيلم وهو فلاش باك. الفلاش باك هو من جوه العربيه، هو جايب لك الشخص السواق اسمه سوني صح؟ اسمه سوني. تمام. جايب لك نظرة سوني ده. نظرة سوني. انت سوني، انت جوه الشخصيه. فاهم؟ انا مش جايب لك من منظور شخص تاني، مش مصور لك من فوق، انا مش جايب لك من كادر عادي، لا انت هو. تمام. في نفس الوقت فلاش باك هو عنده حنين للماضي. هو ما زال متاثر ومتعلق بشخصيته القديمه وبايام الماضي. دي اول حاجه. طبعا ده من وجهه نظري عشان بس ما حدش يقول ايه ان انت لا انا شفتها حاجه تانية. كل واحد فينا بيشوف نظرته. هي السينما اصلا لازم كل واحد يكون له نظره مختلفه. بالظبط. دي فلسفتي الشخصيه، دي نظرتي. تمام. هنلاقي حد بيتفق وهنلاقي حد تاني لا. المهم تاني حاجه بعد كده بننتقل للمشهد اللي بعد كده. حد بيخبط عليه بيرزع بيقول له سوني فاضل 5 دقائق على السباق. يبين لك عبثيه كده شويه بس عبثيه جميله. 5 دقائق على السباق، المفروض الناس بتقعد تجهز بالساعات. تمام. لا هو كان نايم وحاطط السماعه في ودنه، هو رافض العالم اللي حواليه ده دلوقتي، هو بس بيحب اللي بيعمله مش حابب العالم بتاعه. عشان كده هتلاقيه في معظم مشاهده ما بيضحكش، ودي حاجه صغيره في نفس كده. الوقت ما بيختلطش بالجو بتاع اللي ما بعد السباق، لدرجه ان هو لما الاحتفالات وكده. لدرجه ان هو لما كسب في الاخر يسطا ما حضرش الاحتفال ومشي. انا عايز اخر حته دي عشان دي عظيمه. انا بالمناسبه احنا بنحرق الفيلم كله، فانت لو ما شفتش الفيلم لازم تشوفه بعد كده تسمع الحلقه. احنا جايين نقول كده دلوقتي. كتر العظمه اللي حصلت في اخر مشهد انا قعدت اعيط. وقمت سقفت في اخر لحظه لان انا مش السينما. مش انا لوحدي، لان الناس اللي داخله الفيلم ده هو مش داخل يتفرج على الفيلم وخلاص. الله ينور عليك. تمام. المشهد الاخير ده فيه كميه تفاصيل وفلسفه رهيبه جدا، انا مش عايز اقولها دلوقتي، هسيبها للاخر. المهم ان هو رافض العالم ده من الحلقه ساعه. عدى 10 دقايق. مش عايزين نضيع الباقي. تمام. انا عايز الحق لان انا هقول اكتر من ساعه في كميه التفاصيل اللي هقولها. تمام. فدي رمزيه تانية ان هو رافض العالم. بعد كده دلوقتي هيقوم يجهز اللي هي التمرينات اللي هو بيعملها كل يوم. اصلا مش هيجهز حاجه للسباق، هو بيعمل التمرينات اللي هو بيعملها كل يوم. ورمزيه الاولى ان حمام التلج ان هو متالم وحاسس بالالم. حمام التلج ده بيسكن الالم، بيعمل ايه تاني؟ بيسكن الالم وبيخليه فريش، بيفوقه لانه هو متعلق بالماضي يعني. دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه فطاره، هو مش مركز في اكله وشربه، مش فارق معاه حاجه. ثالث حاجه التمرين بتاع العقله، هو كتفه الشمال فيه مشكله، هو متالم في الجزئيه دي طبعا نتيجه العمليه اللي عملها هنشوف بقى في نص الفيلم يعني. بالمناسبه انا حابب اقول ان انا مبسوط قوي لما ببقى مبسوط قوي لما بلاقي ممثل هو يعتبر عدى السن اللي المفروض يعمل فيها ادوار زي كده وبيعملها صح، وما زال متالق فيها كمان، وما زال متالق بيها زي الشباب بالظبط. فبراد بيت عنده تقريبا 60 سنه تقريبا، وقادر ان هو يعمل التمرينات وقادر يبقى زي توم كروز والسنه اللي فاتت تقريبا ولا اللي قبلها 2023 كنت اتفرجت على 3 افلام كان عاملهم شاروخان في نفس السنه. كان فيهم فيلمين اكشن فيهم كميه لياقه بدنيه. ما شفتش اللياقه البدنيه دي في ممثل شاب دلوقتي. عشان الناس دي محافظه على صحتها، ما زالوا بيتمرنوا، بيحبوا شغلهم، مش شايف ان ده بيزنس وخلاص، هو بيحب شغله فبيبدع فيه. عكس مثلا الممثلين عندنا محمد هنيدي، احمد السقا، هم مش عارفين يعملوا ده، وفي نفس الوقت لما بيعملوا ادوار شباب يا اسطى مش لاقي عليك خالص، مش لاقي عليك، بالذات تامر حسني لسه بيعمل شاب في الجامعه دلوقتي، واحمد السقا نفس الكلام. احمد السقا انت المفروض دلوقتي تعمل دور اب، دور جد.
حاجة كمان الصورة بتاعته هو ما زال متأثّر بالماضي متعلّق فيه، هي دي الشرارة أو المدخل اللي هيدخل منّه صاحبه. هو ما زال بيحب الماضي وبيفكّر فيه وبيحلم بيه، مم. تمام؟ عشان كده جاب لك الفلاش باك وبعد كده وهو نايم، تمام؟ ده يعني word play كده يعني، تمام؟ ده جانب. الجانب التاني طبعًا إن هو عبثي شوية في حتّة الشراب فردة وفردة، وكمان بيؤمن بالحظ في حتّة الكوتشينة. المكان اللي هو عايش فيه هو عربية متنقلة، هو مش فالبيت، مستقر. ايوه البيت رمز الاستقرار. آه، فلما واحد يبقى عايش في شارع في عربيه متنقلة، متنقله، فهم عنصر الاستقرار ده مش موجود في حياته، فهو مضبوط. حابب قوي يعيش الجو ده كمان هو نايم بالسماعة وهيفضل ماشي بالسماعة ومش فارق معاه لحد ما يخش العربيه. المزيكا كمان. غير المزيكا والدرامز، يعني أنا دايمًا باشوف إن الموسيقى التصويرية أو اختيار الآلات في الأفلام ليها رمزية كمان. واختيار نوع الموسيقى. اختيار نوع الموسيقى، أنت روك والّا بوب والّا جاز والّا راب والّا أيًا كان إيه والّا تكنو، كل حاجة ليها رمزية، هو عايز يوصّل لك حاجة، عايز يحسّسك بحاجة دلوقتي، تمام؟ فمش شرط رمزيه، ممكن يكون عايز يحسسك الحاله كامله. بالضبط، يعني مش رمزية، هو فعلًا هو إحساس. طبعًا هنا بيقول لك 24 hours of Daytona، 24 ساعة من سباق دايتونا. السباقات أنواع، في سباقات مثلًا زي سباق ناسكار في أمريكا، سباق ناسكار ده بيبقى تقريبًا فيه 300 عربية في حلبة واحدة، يا نهار أسود. كلّهم بيعجنوا في بعض، تمام؟ وبيمشوا بسرعات مهولة، تمام؟ في سباقات زي الفورمولا، طبعًا هي بتبدأ بالفورمولا فورد وبعدين الفورمولا 3 وبعدين الفورمولا 2 وأعلى حاجة طبعًا فورمولا 1 ده صفوة الصفوة. سباق الفورمولا 1 ده بيتعمل كل سنة في حوالي 10 حلبات تقريبًا يعني. مؤخرًا بقى في حلبتين من الوطن العربي، حلبة في الإمارات وحلبة في السعودية. لسه اقول السعوديه والله. ده تطوّر كويس، إحنا كعرب ما كانش عندنا الثقافة دي أصلًا. كان في الأغلب بيبقى في إيطاليا ليهم حلبتين وفي إنجلترا وفي ده اللي في ايطاليا. ده في إيطاليا، مم. تمام؟ بس ده ما لوش علاقة بالفورمولا. سباق دايتونا ده حاجة تانية، ايوه ايوه تمام؟ فاهم. في سباقات مونزا، ده برضه في إيطاليا. دايتونا ده الشركة بتعبّر عن قد إيه إن إحنا ناس جامدة جدًا، إحنا صنعنا موتور وصنعنا عربية تقدر تمشي 24 ساعة من غير ما تقف. وصلنا قد ايه؟ 10 دقايق. كل ده في أول دقيقة ونُص في الفيلم. تمام؟ بالمناسبه احنا مش هنحلله كله، احنا هنحلل أنا احداث شايف كده الفيلم. السباق ده بيعبّر عن وبيشارك فيه تقريبًا 10 شركات تقريبًا، حاجة زي كده. قرب المايك مني شويه. بيشارك فيه حوالي 10 شركات، تمام؟ تمام. BMW، بورشة، مرسيدس، اللي هي الشركات دي يعني. طبعًا بيبدّلوا فيه أكتر من سواق، لأن طبعًا ما فيش سواق هيقدر يمشي هيسوق 24 24 ساعة. ساعه اكيد. ايوه. تمام. فدلوقتي دور سوني. بعد كده بيقول لك الساعة 11:56 هو قام وصحي وغسل وشه وأكل واتمرن في دقيقة، مم. لأن قال له انا ما هنخلص خدتش في 5 بالي من دقايق، التفصيله دي. تمام. أنا هطلع لك حاجات، تمام. سوني دلوقتي في حتة مهمة قوي هتبين لك بقى فرق الخبرة ما بين الجيل القديم والجيل الجديد. يمكن دي من اكتر الحاجات اللي عجبتني طول ما انا بتفرج على الفيلم، لان دايما لما بتشوف الفرق ما بين الجيل القديم والجيل الجديد، يا اما بتتاخد عن طريق كوميديا يا اما بتتاخد عن طريق افضليه للجيل الحديث او الجيل القديم. كون ان الجيل القديم ده منغلق شويه على نفسه وان الجيل الحديث هو اللي منطلق، والعكس. الجيل الكبير شايف ان الجيل الحديث ده هو دايما متهور ودايما عفوي ودايما مش حاسب خطواته، فانت لازم تحسب خطوات، فاهمني؟ فهنا اتعملت بشكل لا هو بيرجح الكفه دي ولا هو بيرجح الكفه دي، هو بيوري لك الاثنين عاملين ازاي من غير حكم. من غير ما يحكم على ده ولا يحكم على ده، وفي نفس الوقت ده في وحتى غلطات في وده في النهاية غلطات. هتلاقي ان يعتبر الاتنين كسبوا، هو ما جاش على حاجة على حساب التانية. بالظبط. هنا التفصيلة اللي بعد كده، البنت جت قالت له فريق BMW عنده مشكلة في الفرامل، هيبدأ ياخد المعلومات اللي خدها دي ويعمل بيها في السباق. هو مش هيعتمد على مهارته، هو هيعتمد على الذكاء وان هو يستغل المعلومات دي ويستفيد بيها بشكل كويس. هو هياخد معلومتين دلوقتي دول هيكونوا تقريبا السبب في ان هو يكسب السباق بجانب مهارته، وده اللي ما عملوش الشاب المندفع اللي مبسوط بقدراته، اللي هو بالمناسبة اسرع من سوني واجرأ منه، بس ينقصه عنصر الخبرة اللي عند سوني اللي هيعمله دلوقتي لان حالا. هم اغلبهم بيستعرضوا، هو مش بالظبط. بيستعرض. بالظبط، حتى في اللقاء الصحفي كان هو اللي بيطلع وبيحب يتصور أيوة. ويبان، هو ما كانش فارق معاه ده.
لان هو مش بيعمل ده لاجل ان هو عايز يتشهر، هو بيعمل ده لاجل ان هو بيحب يعمل ده. فبي ام دبليو هي بتقول له ان عنده مشكله في الفرامل، هو ما خدش الموضوع ده عبثا وحطه في دماغه. اديت له الطاقيه بتاعت بي ام دبليو، ودي فيها رمزيه ان حتى بي ام دبليو عايزاك، او انا شفتها كده يعني. فهيوريك دلوقتي بالمناسبه الراعي الرسمي اليوم بيبقى شركه رولكس. شركه رولكس ما بترعاش ماتشات كره القدم، هي بترعى سباقات السيارات لسبب كانوا شايفين زمان ان كره القدم دي بتاعت الفقراء وسباقات السيارات دي بتاعت الاغنياء، فاحنا براند ما بيلبسوش غير الاغنياء وما بنرعاش غير سباقات الاغنياء. تفصيله برضه. تمام. هنا بقى بيوريك قد ايه ان هو، هنا هيوريك ان هو لعب لاكتر من فريق وجاله عروض من فورد، جاله عروض من لامبورجيني، جاله عروض من مرسيدس. والله ما خدت بالي من كل الحاجات من بي ام، انت غلبتني. تمام. عروض من بي ام دبليو، جاله عروض من شركات امريكيه وايطاليه والمانيه، فيراري. تمام. اما ان هو لعب لكل دول او جاله عروض من كل اذكر دول. الدقيقه اللي انت بتتكلم فيها دي في دقيقه و48 ثانيه. ولا تحسه لابس لبس بتاع بلبن. طبعا هو بيشرب حاجه زي شوت دبل اسبريسو كده عشان يفوق. بيدوله بقى حاجه شبه الماسك كده بيحطها تحت الخوذه عشان العرق. بالمناسبه درجه الحراره جوه العربيه بتبقى تقريبا 80 درجه. يا نهار اسود، ليه؟ الحراره عاليه جدا جوه. هو بيبقى قاعد متكتف لابس العفريته دي عشان لو هي دي المفروض انها ضد النار يعني، المفروض يعني. تمام. هي بتحرره جدا. هي بتبقى درجه الحراره 80 لما تكون العربيه بتتحرك. جوه وانت جوه السباق. في معلومه كده قريتها من لويس هامilton. لويس هامilton ده بطل العالم 7 مرات في الفورمولا 1. انت متخيل؟ تمام. بس مش 7 مرات على التوالي. لويس هامilton قال ان هو كان بيفقد بعد كل سباق 5 كيلو من وزنه بسبب درجه الحراره. والميه طبعا بيحطوا في كده زي شفاطه كده في الخوذه بتاعتهم. بالنسبه الخوذه بتاعتهم مليانه تكنولوجيا، بيبقى فيها طبعا سماعات عشان يتواصل مع الفريق الفني بتاعه ان هو يقولوا له درجه الحراره بتاعه الكاوتش قد ايه. طبعا بس ده مش في سباق دايتونا، ده بيبقى في سباق الفورمولا 1. ايوه شفته كده في طب ليه؟ لان المفروض نستنى الكاوتش يسخن عشان يعرف يجري، عشان لو جري بيه من غير ما يسخن هيفهم فكره. طبعا دي تفاصيل صغيره. المهم خلينا هنا. اول حاجه عملها بص على الترتيب بتاعه عشان يعرف هو هيعمل ايه لما ينزل. هو مش نازل يسوقه بس، هو بيلاحظ التفاصيل دي. لقى ان الفريق الاول بي ام دبليو والتاني بورشا، بس التاني هم فيه عربيتين. بص كده، الماسك ده بيلبسه تحت الخوذه عشان الخوذه بالظبط كده فيها عرق، يعني بيلبسوه تحت اي خوذه حتى لو موتوسيكل يعني. بص هم بيقولوا ايه بقى؟ بيقولوا ان احنا بقينا في المركز السابع، اضطرينا نخفف السرعه عشان في مشكله يعني. طبعا ما خدش الموضوع ده برضو عبث. وما بيحبش يستعرض قدراته ولا يرد حتى على الكلام، هو يكفي انه خد المعلومه بيطبق بافعاله. بيقول له انتبه لتوازن السرعه العاليه. بص بقى، دي نص المعلومه، النص التاني هياخده من السواق. هو مش هيروح يركب وخلاص، هو عايز يكمل المعلومه. برغم انه ما بيحبش يتكلم كتير. قال له ايه اخبار علبه التروس؟ قال له صامده لكن تمهل عليها. هو تمهل عليها دي المعلومه الثانيه، يبقى كده هو عنده معلومتين. المعلومه الاولى بتاعت ان فريق بي ام دبليو الفرامل بتاعته فيها مشكله. هنا قال له ان التروس تمام بس بالراحه عليها، عشان كده هو خفف سرعته عشان ما يكسرش علبه التروس. علبه التروس دي اللي هو الفتيس يعني. تمام. بص بقى هو هيعمل ايه. بالمناسبه انا بحب اسمع صوت البيت ستوب اللي هو بتاعت هو معدل تغيير الاطارات وقت السباق بيبقى قد ايه؟ على حسب كل سباق يعني. اسرع مده تغيير اطارات هي في الفورمولا 1 بتبقى تقريبا ثانيتين. هو على ما يخش ويطلع بيقعد قد ايه؟ ثانيتين. لسبب
الجزء من الثانيه يكسبك السباق. عارف يعني ايه جزء من الثانيه؟ عارف. ف على حسب كل حاجه وليها قوانينها. يعني مثلا انت في بتحب الملوخيه؟ على فكره جت في البتاع عاد بتحب الملوخيه؟ بحب الملوخيه. ماشي. تمام. يا اسطى احنا شعبولي يا اسطى. يا اسطى انا قبل كده رحت اشتريت حاجات من العطاره واحنا في نص الحلقه، وبقول للراجل عندك بندق، عندك سحلب، عندك مش عارف ايه، وكل ده طالع في الحلقه. The crowds may have gone home, but the racing continues. Sonny Hayes back in the Porsche for Pete Geico Chip Heart Racing, the midnight shift. We all know Hayes likes to light up the night, but with the BMW at the head. معروف عنه ان هو بيشعل الاجواء دايما غير متوقع، بس مع عربيه بي ام دبليو في طريقه السباق. على فكره العربيه دي من نوع بي ام دبليو ام 4 كومبيتيشن. يا اسطى شعبي يا اسطى. حبيبه قلبي بي ام دي بقى، يعني بموت فيه. اقول لك على حاجه، البي ام هي مش اعظم عربيه، هي عربيه حلوه عادي، بس انا نظرتي ليها ان هي اعظم عشان انا بحبها بس. وده بقى اللي بيبين الشخص اللي بيحب حاجه مش شرط انه يحب اعظم حاجه. بالظبط، الله ينور عليك. This pack, he's got a massive job ahead of him. لا عدي. Right out of the gate, Hayes. اللي عمله هنا هو اجتاز المنعطف الثالث. دي الطريقه بتاعته في المكسب، ان هو ممكن يدخل في الزرع عشان ياخد طريق مختصر مثلا. بيغامر، بيخش بقلبه، مش فارقه معاه. He threads the needle into turn 3, moving up to 4th place. Sonny, want to maybe pass on the straights? بيقول له هل تريد التجاوز على مسارات مستقيمه؟ يعني انت بتاخد اختصار يعني، فاهم؟ قال له ممكن تسيبني يعني خلينا اسوق، مالكش دعوه، انت اطلع منها، انا ليا طريقتي. Just let me drive, will you? Look out! Engine trouble for the number 2. بيستغل اللي بيحصل في الماتش. في واحده عربيه الموتور بتاعها حصل فيه مشكله. لو تلاحظ هنا في الفريق التيم بتاعه اللي هو بيتعامل معاه دلوقتي، هو سايبه على راحته لان هو عارف كده مدى عنصر خبرته. بالظبط. لكن لما راح في الفورمولا 1 التيم اللي معاه ما كانش واثق فيه قوي، وكانوا شايفينه راجل كبير ومغرور، فما كانوش واثقين فيه قوي. ورغم ذلك هو عايز يثبت لهم، وفي نفس الوقت انا مش عايز احرق كتير. هو ما كانش عايز يثبت لهم. هو في حاجه هقولها لك لما تيجي في وقتها، لان انا قلت كده في اول الفيلم، بس اتضح لي ان الموضوع حاجه تانية خالص. ودي من جمال كتابه الفيلم ده. بيعمل ايه؟ Sweet baby Jesus, we got 10 more hours. Just let Sonny do his thing. هو His سامع first few laps are any indication. مع اول It appears as لفه though بس Sonny Hayes may have يبدو انه نسي فرامل، دواسه الفرامل في البيت، ما بيفرملش. تمام. المفروض في الملفات انت بتهدي عشان تاخد الملف، لو خدته على سرعه تقلب العربيه، فهو بياخد اختصار. left his brake pedal at home. على فكره ده بيبقى الراعي الرسمي لسباقات دايتونا فعلا، يعني التفاصيل دي فعلا حقيقيه. ده راعي رسمي ايوه، واضح ان شركه ميشلان. عاملين الفيلم ده بشكل كامل، هم اخدوا خبره عاليه قوي في السباقات. بالمناسبه الكاميرات اللي اتصورت بيها اللي اتصور بيها الفيلم ده كسرت $3 مليون. تقنيات غاليه قوي قوي. تمام. عشان يقدر يحاكي السرعه واللقطات والزوايا دي. لان حاجه كمان، الراعي الرسمي للفورمولا 1 هي شركه بريلي بتاعت تغيير الاطارات، اما دايتونا فهي ميشلان. وهتشوف الاثنين والتفاصيل هتعدي كده فعلا. بص العظمه بتاعت بي ام جميله، يا رب يجعلك من نصيبي. He sets his sights on the BMW. بالمناسبه ده اسمه سبويلر، هو بيتحكم في الايروداينامكس. لما الهواء لما بيعمل كده الهواء بيضغط على العربيه، تمام؟ لما بيعمل كده الهواء بيمر من خلاله. And he attacks. Here comes Hayes on the outside. Come on, Sonny. هنا بيبين لك قد ايه ان هو خلاص يعتبر كسب. المفروض الحاجات دي تبقى بعد السباق. طب ليه؟ وعلى فكره ده نوع الالعاب الناريه فعلا اللي بيضربوه بعد السباقات، اللي هو شكله ده. بس التفصيله الثانيه بقى. بس المزيكا لعب
جايب على حته الفرامل، خدت بالك؟ بص الراجل ده مش هتلم، خش فيه. كسب بخبرته، لان منطقيا مين اللي كسب؟ And he does! See that that's how you race, boys? When you get back in the car, you do the same goddamn يعملوا زي اللي عملوا السباق النهارده ليه هيبدل. Sonny Hayes brings in the pit lane after an epic third stint. Will push Chip Hart Racing out in front. Chip Hart Now ده اللي it's هو up to سيد. Kale Kelso to hang on to that lead. Face the head start, Chief. Hey, lose that lead, I'll kill you. تعميم جاي له بقى. هو بالمناسبه هو هنا ما بيكسبش صح؟ مش هو اللي يكسب، الفريق كله هو أيوة، أنا فاهم. وكل اللي شاركوا في السباق. معنى كده ان هو مش عاوز ان هو يبقى بطل سباقات، هو عايز يبقى متسابق. هو فاهم الفكرة؟ بيحب يسابق، هو ايوه مش عايز لقب، هو بيحب يعمل ده بالظبط. هو بص هتلاقي في ايده هو مفتاح. هادي برغم ان هو مستعد برضه. بص التفصيله، بس هو هادي. فكرنا بالميم اللي هو انسى فوق دماغك مفتاح الكنيسة. بيقولوا ما تصحينيش لو خسرت. كسبوا. المفروض هم بيبقوا كام؟ 2. هو مش موجود. بس يا اخي السن باين عليه برضه. طبعا كبير يعني 60 سنه، ده طلع على المعاش عندنا ومش قادر يرجع. بيعرف يركع على كرسي. على كراعي. بيقول له ده سباقك الاول في دايتونا، مش عايز تلمسه، مش عايز تاخده. We'll take that bonus check though. عايز الشيك. الشيك ب 5000 جنيه يعتبر، سيبك من هو دولار، هناك ب 5000 جنيه، كانك بتعمل كل ده ومستعد تخاطر بحياتك على 5000 جنيه. هنا بيبين لك ان هو بيحب ده، مش مهم ياخد كام بالظبط كده. جاي يعرض عليه بقى لو عايز تعمل معاك، هيقول له لا، هيمشي. هنا بقى صاحبه هيجي يعرض عليه، هيعرض عليه بقى الحته اللي مش مهم ان احنا نشوفها. هيقول له ان انا عايزك تيجي في الفورمولا 1. قال له انا بعرض عليك. بس احنا لازم في الايديت نعلي صوتك باقصى درجه، لان انت صوتك واطي قوي والتليفون بعيد. نعلي. هيجي يقول له انا بدي لك فرصه للفورمولا 1. هيقول له مش فارقه معايا، انا مش فارقه معايا فورمولا 1. كمان الممثل اللي هو كان عامل ذا ووكينج ديد اسمه ايه؟ مش عارف. انت عارف يعني ايه ادي لك فرصه انك تدخل فورمولا 1 وانت مش فارقه معاك يعني؟ اعلى سباق في العالم. ده زي كاس العالم كده في الكوره، في كره القدم. انا بقول لك هدخلك كاس العالم وانت بتقول لي لا. إيه انت مجنون. فاهم. قال له المشكله مش في العربيه، المشكله قال له المشكله ليست في السائق، المشكله في العربيه. I followed your season. انا اتفرجت على الموسم بتاعك. Shitbox is being kind. العربيه فيها مشكله. What if I told you we get an upgrade package this weekend, 6 months of development? No. Wait, I just need one of my cars across the finish line first. One. I love you. I'm not going back. ما زال متاثر بالماضي. انت تفتكر هو ليه وافق؟ دخله من ناحية صخرته، الصورة اللي كان معلقها أو حاططها دخله منها تفاصيل. What would he want you to كنت do? هتقول إيه؟ Join a boy band? Seriously. أروح أغني. Come on. ترى Seriously, I'd ask him what he's smiling about. اسأله إيه اللي بيخليه يضحك. ملاحظ إن هو ما بقاش بيضحك كتير. بص يا عم. He's smiling at the possibility. We both know how that ended. والموضوع انتهى إزاي؟ هو متأثر بالنهاية. فكان لازم يحس إن في الموضوع ده نهاية مختلفة عشان خاطر يغير رأيه. طب مالك فيه؟ مالك؟ لا مش عارف. يا ماما سخني عيش. Okay. It's the first class First ticket class. to London. First للندن. class. يا ابن I'm اللعيبة. offering you an open seat. الجملة دي خدتها سكرين شوت وحطيتها ستوري. اعرض عليك مقعدا شاغلا. انا لو جات لي فرصة زي مش مهم اكسب، يكفي اني شاركت في الفورمولا 1. فاهمك. In Formula 1,
the only place you could say المكان one الوحيد day if you win, you are the absolute فعلا best. الافضل في العالم. دي فرصه من السماء. مم. بص هيعمل حاجه عبثيه قوي دلوقتي. سيبك من دي. هيسال الست بتاعت المطعم، يقول لها لو جالك عرض بملايين، واحده بتقبض 20 جنيه هياخد راي واحده بتنزله شاي، فاهم؟ لا ايه، عشان مش فاكر المشهد ده. هيقول لها الموضوع مش متعلق بالمال. Well, how much are we العرض talking? مغري لا Not درجه، about the money. لا يتعلق سايبه بالمال. ان هي بتاعت شاي يا سودا كمان. So what is it about? بيتعلق بايه؟ الاجابه معروفه. الحته دي جميله قوي. على فكره الحلبات دي حقيقيه، ده فعلا السباق الفورمولا 1 بيبقى هنا لندن. تقنيات التصوير هنا عاليه فشخ. ملايين. مم. وعلى فكره دي عربيه فورمولا 2 متعدله مش فورمولا 1، بعرف اميزها. بالمناسبه العربيه دي ب 500 مليون دولار. 500 مليون دولار؟ هيكسر منها 4، هيكسر 2 مليار في البتاع. ده ايرادات قافله. وجايبين في الفيلم ده ابطال العالم بجد. جايبين بطل فيراري وبطل ريد بول وبطل مرسيدس. وعدى قد ايه؟ نص ساعه. نص ساعه؟ هيجي. واقف ونكمل لا بعد لا لا الغدا. انا هنكمل بعد عشان- الغدا عشان انا اندمجت معلش. ماشي. جايبين لويس هامilton وجايبين المتسابقين بجد، كانك جايب كريستيانو رونالدو وميسي وكده، فاهم؟ وجيك جيلانهال. تحفه فنيه. Tire temps look good. 85 درجه حراره الاطارات واللغه غير اللي قدام. front, 75 rear. You are good to push. يمكنه كلام. Battery is full. You're good for strat 2. Good for left. اسمع الصوت. لاحظ ان هم جابوا الاسامي فين؟ اللفه الاولى جابها في 28 ثانيه و552 جزء من الثانيه. اموت يا ناس. هما 3 لفات واللفه الاخيره. بس كميه التكنولوجيا. الملف اخره ثانيه. Locked it up. Flat spot front left. 25 اتأخر 0.08 بوينت في الثانية. اتأخر أقل من نص ثانية. Bring him in. ما يجيبناش Strat 1. Box this lap. Box this lap. It feels good. I start to You're gonna lose your job. Tony. Our future. Technical director. أيوة. يا اسطى هو داخل عليهم كان فاكرهم عامل صيانه آه، من كتر ما آه. هو مهمل في نفسه. Our future. ده المدير الفني للفريق ايوه. أو الميكانيكي يعني، وده المالك بتاع الفريق، ده زي المنتج كده. Who is that من هذا الأحمق، بس شكله مبهدل إزاي. Your man thought I was maintenance. Sent me to the back end. تقريبا بقول كافيه. Brother, you've never let me down. There's still time. Hey, Rich GB. اسطى انا جوعت يا اسطى، You raced with عايز me back in the اتغدى. day. Against you. كبر Ken زورك. McKenna, our technical director. دي المديرة Don الفنية. Stola, our chief mechanic. مدير الميكانيكيين. That's of course Moinsky, chief ده مدير principal. الفريق. You may know him by reputation. 5-time constructors champion with Ferrari. اقول لك على حاجه، حل السباقات بس. So is my pop. Can't win without him. And our talented rookie, Joshua. Why does he go a helmet? ليه معاه خوذة؟ Safety. Joshua,
your seat is safe. Okay. Feel more like a 9. And technically they're They each other drive. بيقول له بقى هنا بقى The same setup as him. If I can't. بص هنا Been a while since you هو شاف نفسه فقال له ايه؟ driven that mate. You had to balance when قال he's له اخر falling. مره سوقت عربيه من امتى؟ قالوا للحد اللي فات وكسبت. قالوا لا فورمولا 1. فاهم بيعلي عليه عشان هو ما دخلش في الفورمولا 1 قبل كده. بيقول له توازن هذه السياره معقد توخى الحذر وخلي بالك فاهم هو فاهم انا جامد وبديك تعليمات Tricky, so be careful time 1 and 9. Don't want to see you get hurt. مش عايز اشوفك تتخبط. How about we set a reasonable بقول لهم ايه رايكم نحط هدف كده جميل. target? Give me the same setup as him. اديني نفس اعداداته وارقامه اللي جابها وهكسرها. كريستيانو جاب كام جون في ماتش؟ 5 اجيب 6. And if I can't post a lap time within a second of اذا لم اتمكن من تسجيل زمن اللفه في غضون ثانيه واحده من الزمن Jason, I will prompt. فسارحل فورا. I'll please see myself out and you're free to take a shot at lucky number 10. 10? 10. 10. All right, put up Joshua's sector times. هو المفروض بيسمعوا منه دي الارقام بتاعته. والزمن كله دقيقة و30 ثانية و6 أجزاء من الثانية. 20 quick assist step. هيراهن ب20 جنيه ويفشل. Make it 100. You're خليها on. 100 وهقبل. سمع. Sorry, this is Hugh Nickleby, your race engineer. Good morning, Hugh. How are my tire temps looking? Yep, almost warm, end of the lap. You should be good to push. قال له تقدر تلف. لما لف بص حصل ايه؟ هو واخد بالتعليماته منه هو اللي شاف درجة الحرارة. كده دي لفة تحضيرية عادي. Yes, sir. يعني هو اللي بيختبره يشوف التيم اللي معاه ده هل هو بالظبط. هيعرف يوجهه صح بالظبط. اصلا ولا لا. بالظبط. طلع لا يعني ما دام هم كانوا بيتريقوا عليه هو اللي اتريق عليه. Copy that. دايس ريكورد. Go for a lap. كده بقى هيخش في اللفة الحقيقية بقى. هنا يبدأ العدد بقى. No. Shit. Who's this? Come on. Don't do that. ده بيبطئ من سرعة العربية في اللفة فبيقلل عدد الثواني. هو مش هيكسب في كل لفة هو بيكسب السباق كله ودي فكرته. أنا مش بكسب جولة أنا بكسب السباق. أنا ممكن أخسر جولات يعني كتير. سباق الفورمولا لفه واحده. سباق الفورمولا 3 لفات. هو لا مش كله 3 لفات. هو هنا التراك 3 ملفات في التراك تمام. ففي لفتين هو المدة بتاعته بص ادي اللفة الأولى خسران بفرق جزء من الثانية. هو 28.5 التاني 28.7 جزء من الثانية. طبعا هيأثر في اللفة اللي بعدها طبعا. بيراهنوا انه خلاص هو خسر راح واخد الفلوس رمزيا ان انا اللي هكسب. ثلاث اجزاء من الثانية. شفت ده حصل؟ ده اسمه الجير فورس. ده لما تبقى ماشي بسرعة 300 كيلو وفجأة سرعة 0 جسمك بيحصل له زي هو ليها قانون في الفيزياء اسمه مش فاكر بس هو ليه علاقة بان انت متحرك بسرعة 300 فجأة وقفت
ففي بيبقى في زي مش فاكر اسمها، بس زي حاجة بتتقاس بالجاذبية يعني. تمام. انت بتترمي لقدام فجأة وجسمك بيتأثر جامد، أعضائك بتتأثر. Cars there, come on. Skimming. Ah, shit. دي بقى حركاته اللي بيعملها. وعدى خط النهائي. You okay? Yeah. All good. الموضوع بيتأثر طبعا لأن هو مصاب. بالمناسبة كل فورمولا 1 الشركات بتنزل عربية تبقى اسمها السيفتي كار. لما بيرفعوا العلم الأصفر، الفورمولا 1 فيها 4 أعلام: العلم الأبيض، والعلم الأبيض في أسود بتاع السباق، والعلم الأصفر، والعلم الأحمر، والعلم الأسود. 5. العلم الأصفر ده بتاع السيفتي كار. في عربية عملت حادثة مثلا، ففي عربية سيفتي كار بتنزل، دي بتبقى إيه؟ بتبقى عربية فخمة كده. شركة الفورمولا 1 الأخيرة كانت السيفتي كار عربية من شركة استون مارتن، كان اسمها استون مارتن دي بي اكس. انت دخلتنا في تفاصيل طويله. المهم اشرح الفيلم من وجهه نظرك. انا كده كده عارف ان انت عارف كل الكلام ده. أنا بتكلم You على had something. بيقول لهم هي فيها حاجه مميزه، انا بالشخصيه. فقالت له كان فيها، انت شخرمتها. دي مهتمه بالعربيه، ده مهتم بالسواق، ده مهتم بالتكنيك. كل واحد بيهتم بالحاجه بتاعته. But definitely snapping the high-speed corners. Unpredictable in the lows. Had trouble with the rears, turns 14, 16. And the final turn, maybe? No, that's on me. What was his lap في time? زمن اللفه He passed اجتازوا. his entirely self-imposed test by 500ths of a second. Huh. Well, دي البدايه. it's start. متضايقه منه. Anyways. امه بقى حبه هنا ابتدوا ان هم ياثروا عليه اعلاميا. طبعا انت كنت مطلق، انت عربيت، انت معكش فلوس، ايه رايك في ردوده؟ عجباني جدا. انتوا مش فارقين معايا ومش هيتضغط عليا، انا بتكلم وانا مش قلقان يعني. هنا هيتدرب بقى، وعايز يتدرب في المكان ده. ناس سطحيه قوي، ما عندوش تركيز هنا، ما عندوش تركيز. هو بيرمي الحاجه في الدقيقه 33. اول سباق ليه بقى بعد ربع سنه. طبعا هو مليان ضغط، توتر. Great. Welcome along to Silverstone, the circuit where on the first of May 1950 the Formula 1 World Championship began. اعتقد الحادثه، بس هو بيقول لك سابق مع مايكل شوماخر، يعني اكيد في فورمولا 1 يعني. Championship season here in the 77th British Grand Prix. As always, 11 teams will take the grid, fielding 2 drivers each, with race order. بالمناسبه الفورمولا 1 بتنزل 10 شركات، كل شركه بتنزل 2 من كل شركه. يعني مثلا اللي بيلعب باسم مرسيدس عربيتين ب2 سواقين، اللي بيلعب بفيراري عربيتين ب2 سواقين، وكذلك. فهم 20 متسابق ب10 شركات. Determined by the qualifying time set yesterday. لا هم كلهم 20. وعلى فكره اعظم 4 في خلال 10 سنين الاخرانيين هي شركه ريد بول، فيراري، مرسيدس. خلينا ريد بول نتكلم في الأول؟ الثلاثه. ريد بول مكتسحه في المجال ده بقى لها فتره، وبياخدوا بطوله. عارف ليه؟ عشان بيعطيهم شويه. سيبدا ريد بول بالمركز الاول. بس ده بطل ريد بول. McLarens and 2 Ferraris. ماكلارين، فيراري. هاري. ده ايه؟ ده من مجلس الاداره. ده اللي هيجيله في الاخر ويعرض عليه. هات السباق. It's start mode, Sonny. Start mode. هم هيبداوا وهو هيعمل حاجه لذيذه قوي دلوقتي. هيبين لك قد ايه ان هو انا عايز اكسب، وابين ان انا لسه واحد جديد جاي، ولازم يبقى ليا بصمتي. هيتعمد ان هو يعمل مش فاهم او مش عارف يشغل العربيه.
And a chance for the drivers to وهيعدي. warm up their tyres and brakes. Oh بقى؟ no, there's a problem for دي اسمها اللفه التحضيريه. كل واحد بيشوف عمل اسرع لفه كام، مش بيسابقوا بعض. كل واحد بيحاول يلف اسرع مده لنفسه، عشان كل واحد لف مثلا الحلبه دي في دقيقه ونص، واحد في دقيقه و40 ثانيه، واحد في دقيقه و45 ثانيه. اقل واحد هو اللي بيتحط في الاول في السباق الحقيقي بقى، مش في اللفه التحضيريه. فهو كده طبعا هيتحط اخر واحد عشان هو اللفه بتاعته تمام، فهو عايز ده عشان يظهر. فانا فهمت ازاي؟ مم. ايه؟ مم. ما كنتش فاهم النقطه دي. هو ليه ما عملها؟ هو ليه عمل كده اول سباق؟ Apex. دي في دماغي حاجه تانية بس Hayes in دلوقتي كده. P22. His car hasn't moved. Hang on, I got power trouble. It's start mode. عامل Sonny, نفسه start mode on. Yes, a lesson for everyone at home. عشان الكاميرا كلها تبقى فاهم. Do read the manual. It's been a while since ده he بقى was out on الراجل يا track جماعة. in this race. ماركتينج بربع جنيه. Fine. I got it. All good. بس هو ما حركهاش امبارح لما طلع Thank goodness for that. If he falls too far behind on لفة the التشكيل. promotion, he'll be at risk of having to start in the pit lane. Where's Sonny? He's holding us up. Yeah, just checking, Joshua, just checking. بس هم ما بيجروش بسرعة. But nothing. With a clear track ahead, Hayes has been able to push much harder on this formation lap. He'll turn up at the back of the grid with warm tyres, ready to الاطارات go. دافئة. حاجة كمان، هو عايز يبقى آخر واحد لأن الإطار بتاعه سخن من كتر الجري، فممكن ينطلق بيه مرة واحدة. على عكسهم هم مستنيين، هم خلاص وصلوا اللفة ووقفوا استنوه لحد ما يجي آخر عربية، فهيضطروا يمشوا تاني يسخنوا. هو جاي سخن جاهز، ممكن يجري مرة واحدة. يسبقهم كلهم. اه هو لسه هو في الاخر. هو في الآخر خبرة. كأنك إيه؟ كأنك جريت وبعدين استريحت وبعدين لسه هتجري تاني، هتضطر تاخد سرعتك من تاني. انما واحد جاي جري اصلا هو بص هو في الفورمه. Cheeky shit. It's on purpose. What is this guy doing? This is actually now turning into an advantage for Sonny Hayes. And he's just made it in time. انتبهوا Watch لبدايته. out for his start. التري حلو. العلم الاخضر. 5 lights ahead of the drivers. It's lights out and away we go. دي السيفتي كار. AMG GT بلاك سيريز. Here comes Sonny شايف؟ Hayes, ladies and gentlemen, using those warm tyres to carve his way through the back of the field. And if you ever need confidence in your car, it's here at Silverstone. بالمناسبة بي ام ما بتشاركش في الفورمولا 1. ما بتشاركش فيه. مرسيدس بس بتشارك. Hayes just وبالمناسبة sailing ما past فيش me. سوبر He's كار moved up 7 places since بي the ام. start. هي مش عايزة Struggle with this تنزل، car. هي مركزة على جانب An معين. upgrade package this weekend. Let's see if it makes a difference as Hayes attacks Perez in the Red Bull. باريس ده فعلا هو. Cars bounce around this dirty air. I can't position to attack. Hayes complaining about his car over the radio. That's not what the team wants to hear. يشتكي من العربية. Copy gap is 0.9 to Perez. You're within DRS range. Should be able to take him on the next straight. هو مش بتاع كده. Hayes now using the drag reduction system to get past. Won't be able to hold him off, guys. I've got no grip. This is trouble now for Apex GP. عمال يقول لهم يا جماعة أنا فاقد السيطرة. The Red Bull's tyres are now warm, and Hayes hasn't got his tyre advantage from the start anymore. We've seen the attack, now it's all about defence. And Perez on the attack into Vale. Hayes is in trouble. This could be the race is reversed. And it is. We're in this loose. Tell me if you see a fix. Tell him to pull back the entry to get a better exit. He thinks it's a setup. It's not. دي شايفة إن عربياتها مفيش منها اتنين. فاضل 20 لفة. أعتقد الفورمولا 1 60 لفة تقريبا. Get me off these softs. I'm going backwards. Copy that. Left 20. Box box. Stakes couldn't be higher بس for الفورمولا 1 rookie Joshua Best. بس أنا This بحب is لحظة not البيت where ستوب you دي want بس. to be in last place. السرعة. I'm jammed back up. طبعا 7 ثواني ده رقم كبير. What was that?
ومفروض ثانيتين لان هي With اتاخرت. 7-second pit stop. Apex GP won't be happy with that. That's double the time it should have taken. ضعف الوقت. Lots of rears, box, يبقى box. ثانيتين ثلاثه. Copy to the plan B, box. And here comes Sonny Hayes for a عايز fresh صيانة set of تانية. tyres. إيه؟ He'll be hoping these كده will صيانة help him تانية. hold on to هو his driving بيغير position. الكاوتشات. P15. Front jack has not worked properly. This is causing absolute pandemonium in the Apex GP pit lane. Whatever could go wrong is Get going it covered, wrong for this boys. team. Yeah, okay, son. Remember, into the gravel. I love this guy. One. طبعا متألم برضه، ما زال متألم. طب بريلي بص التفاصيل. هي العربيه ما كانتش متطوره بشكل كافي. هي العربية مش متصممة لسواقته، هو عايز حاجة تنفع لمهارته. هو بيعمل ايه؟ هو مش عايز عربية سريعة، هو عايز عربية تستحمل، لأن هو بيضغط عليها لحد آخر لحظة وبيستغل اللحظات دي. هو مش بيمشي زي الناس، كل الناس عايزة حاجة سريعة تجري بيها، وده الاختلاف بتاع سوني، وده اللي مخليه هيكسب، لأن هو مختلف. هو مش زي الناس، هو ما بيمشيش ناحية القواعد. هنا بقى حطوا ايه؟ قواعد السبت. هو مش بتاع كده. طبعا هنا هيتفقوا على اتفاق ان هو عايز تعديلات في العربيه، ولما تعملها فعلا هيبقى نجم وهيغير منه بقى. هنا كان سباق يا ربي Hello. Hi. Drive fast. المشهد اللي جه فيه الحادثه الاخيره دي مين اللي شغال؟ احنا ما كناش نعرف ده في بدايه الفيلم، ده بقى عاده فيه بقى وما زال بيؤمن خلاص. Great start from Hamilton. Verstappen battling with him. Piastri, Joe, Leclerc, and here come the two Apex GPs. But Gasly shuts the door, leaving them with nowhere to go. طبعا هم ما زالوا مش بيلعبوا كتيم، مع ان هم المفروض تيم واحد، فهم بينافسوا بعض. لما هو يبتدي يفعل بقى الاستراتيجيه بتاعته في السباق ده واللي بعده هيبدا مع بعض. لما هو يغير الاستراتيجيه بتاعته ان هو يكفره ويغطي عليه وهو يكسب. عايزه؟ لا كل الحكايه انه هيبتدي يعرقل العربيات اللي ورا منه عشان يدي فرصه ليه هو ان هو يكسب. تمام. طيب هيعمل كده ازاي؟ يبدا يعمل مشاكل في الحلبه، يكسر حاجات، يكسر في العربيه، يكسر في المضمار، وبعدين العين تبقى عليه وينسوا الواد التاني وهو يحقق اللعبه، لان المفروض يوصل سواق من الاثنين. مختصر يفرقع الكاوتش. هو يعني كل ده قاصد علشان يغيروا له ويعملوا له تعديلات على مقاسه هو بالظبط، يناسب مهارته ويناسب تفكيره بالظبط. بالظبط العربيه اللي هو عايزها دي تكون امنه اكتر. ثانيتين و9 اجزاء من الثانيه. مش مهم الامان بالنسبه لي، مش مهم الامان، المهم تستحمل. ادى فرصه ليه. اداله فرصه ان هو يعدي، كسب بس ما كسبش مركز اول، هو من ضمن المراكز العشرة الاولى، لان هم 20 عربيه زي ما قلت لك. مبسوط بس المركز العاشر بيقول انت فرحان ليه؟ And behind our podium placings, Hamilton and Piastri complete the top 5, and Joshua Pierce in 10th. هو فرحان قوي شايف Scoring Expensify Apex GP, their first ever points. A demolition. اللقاءات دي بقى مش طامح للشهرة أو لما بعد السباق، مش سباق ذات نفسه. بالظبط. هنا بقى
هنا قال له هدي، قال له تريث. هو قال له هنكتفي بالمركز الثاني عشان الكاوتشات بتاعتك مش هتستحمل. ده برضو فرق الخبرة، ده مندفع وده بيقول له ده كفاية مركز تاني. الأول مش محتاجينه دلوقتي، يكفي إن إحنا خد المركز اللي قبليه كان 10 بعدين وصلوا 5 ودلوقتي بيقول له هنكتفي بالتاني. ده مندفع، يقول له لا ده أنا خلاص قريب أهو، لحقته أهو، أنا جاي أهو. بص أنا هلاقي ثغرة، بص مع المطرة. قال له لأ مش هيلحق يلم نفسه، ما سمعش الكلام، دي يستاهل ده. المشهد ده بقى وقف بقى كده نحلل ده بقى ايه اخراجيا. ليه المخرج كتم الصوت؟ في بعض الحالات لما بيكون في مشهد زي كده من كتر التوتر والحماس لما الصوت بيتقفل انت ممكن تكون سامع صوتك انت وانت متحمس للحظه زي دي. نفس الوقت صوت السكوت اصلا لما بيكون في لحظه مصيبه زي دي يعني بيديك توتر زياده عن اللزوم، فاهمني؟ يعني مش شرط تسمع صوتهم هم بيصرخوا والعربيه بتتقلب والعربيه بتنفجر، انت ما سمعتش كل ده، انت سامع هدوء وبص تحس ان في جردل ميه ساقعه او جردل تلج اتدلق في قفاه. ليه؟ لانه افتكر الحادثه القديمه اللي هو عملها اللي تسببت اصلا في كسر ظهره. ده حقيقي، عشان كده قام هي وساب سببت السباق. توفى في حد قريب منه توفى بسبب في الحادثه دي، صح؟ هو لما ساب العربيه وساب السباق كان ممكن هو ياخد مركز الثاني، ولكن هو فكره بنفسه. في نفس الوقت هو كان ابتدى يحس بروح الفريق برضك، وابتدى يدخل معاه في روح الفريق ان انا مش بلعب لوحدي، مع ان كان يعتبر شبه مات خلاص، العربيه انفجرت بيه. وياما ناس عملت حوادث بسبب الحركه دي بالذات. مطره على فكره في فيلم اسمه رش، انصحك تتفرج عليه، من اقوى الافلام اللي اتفرجت عليها في العربيات. كان بيتكلم برضو عن صراع برضو ما بين اتنين، واحد بيلعب باسم فيراري. كان فيلم عظيم بجد، كان الحادثه بتاعته نفس دي بالظبط. اسمه نيكي لاودا. كان اشتغل سواق تاكس بعد ما كان متسابق، وده فيلم تاني شوف. هنا بقى هيجي لك بقى هنا هيبتدي يلمع ويظهر شويه لما التاني اختفى، التاني وهيتحب بقى من الفريق لانه ما كانش قاصد ده. بالمناسبة أنا عندي كل المزيكا بتاعت الاف 1 دي منزلها، الحب فيها. عمال يمضي على نفسه شيكات وكمبيالات عشان 20 مليون، بص عشان خاطر عليه ديون، ثمن عربيات ساعة. بص انت بقى حاجة. Good to have you back, JP. We missed you. في حاجة بقى ممكن تلخبط أي واحد كان بيتفرج على الفيلم ده. هو ليه يفضلوا يتعاملوا مع كده مع بعض، مع إنه لما ده انفجر هو اللي أنقذه يعتبر؟ نزلوا في صراع. ليه بقى الصراع ده؟ هيفضل صراع ما بين الشباب والناس الكبيرة قائم، مش هيخلص. ايوه، ان انت شايف ان انت كده علمت عليا، او انت شايف كده ان انا وعشان ما يخليش حد في الاثنين يكسب. فكره الفيلم ان هو مش عايز يبين لك ان الكبير ودايما هو اللي بيكسب. ايوه، هو ما زال الصراع قائم في دماغ الولد الصغير، ان انت عشان كبير فاكر ان انت مسؤول عنه، فانت لما جيت تطفي العربيه طفيتها من جانب ان انا حذرتك وانت ما سمعتش كلامي. فاهمني؟ وده الصح. You sabotaged Ruben, who backed you. You sabotaged his طبعا team. هو هنا جاي ينصحه بقى I won't let you do it. راجل كبير يا ما تعرفناش بقى. Thanks, coach. هو هيروح يعمل اللي في دماغه برضه. So stupid. هنا لما لعبوا بوكر هو لعب عليه حته نفسيه حلوه قوي. هو كان هيكسب، بس لما قال له اوف انا شكلي مش هلعب من غير ما يلعبها، هو فرحه ان هو بالمكسب، هو اداله اللي هو عايزه. هو بيحب يحس ان هو بيكسب، بيحب يحس ان هو عنده حق. شاب، مع اننا شباب يعني المفروض ننحاز ليه، ولكن احنا بنتكلم من وجهة نظر ايه.
بس فرح لما قال له انا كان معاه 5 و5 تاني معاه 1 و1 فول. ايوه لما هو يمشي هيوريه اصلا ان هو كان ممكن يكسب. لا بلاش المشهد ده، ما نحللوش. ما نحللش المشهد، كلنا عارفينه. عمال يفتكر برضه. هي ما شافتش ظهر. الله اعلم بقى. Not racing, son. This is like corporate espionage. هنا طبعا جات لهم I'm sorry. Come. المشكله دي. المشكله دي كمان المتسبب فيها. دي حلوه. انا شاك ان الشخص اللي هو كان عايز ياخد سوني عنده، اللي هو صاحب ده المفروض ما هيظهر اصلا مين اللي عمل كده. مين هو؟ صح بتاع مجلس الاداره. ايوه انهي هتيجي دلوقتي. بص الحته دي. انا عشان ناسي والله الفيلم، انا شفته ساعتها لما نزل، شفته في عز ما كنت مضغوط، فانا ما كنتش مركز في اي حاجه غير ان الفيلم حلو. مركز في كل تفصيله فيه. شفته كذا مره، شفته 4 مرات ودي ال5. Joshua, yeah, keep focus. You're so good. What's he doing? مشاعره مأثرة عليه. بص He's driving angry. Not good. It's not good. إنه يكون بغضب وذلك لا خير فيه. يا هيأذي نفسه يا هيأذي اللي حواليه يا الاتنين بقى. عايزين بيقول له انت كده هتحتاج اطارات في نص اللفة، يعني اهدى شوية. جعل السيارة في وضع التصفيات، سيستهلك البطارية تماما. أمره إن هو يرجع للوضع الطبيعي. بيقولوا في إيه؟ قفل الراديو. هو عادي يقفل الراديو؟ هو مسموح بيه؟ افتكر ليه وصل للحالة؟ غضب. هو كمان ما بيعرفش يحكم في مشاعره قوي، ولسه ما عرفش يتعافى من الموضوع القديم. ولسه ما تعرفش، ما زال لسه اهو في المشهد اللي قبل ده لما كان معاها لما صحي من النوم. صحي على ذكرى برضو الحادثه القديمه. هو متضايق فبيهجم دلوقتي. هو مش فارقه معاه حاجه خالص دلوقتي. عارف لما تبقى غضبان وتسوق عربيه عاديه، انت بتدوس، انت جايب اخر الدواسه واخد في وشك ومش فارقه معاك حاجه ومش بتفكر في حاجه. انت بتعبر عن غضبك في دواسه البنزين. وقف يا ثواني، وقف تسجيل وقف دي. هو الحمام واقف. معلش في حاجه كنا عايزين نتكلم فيها بعد ما نخلص الحلقه دي. تمام. المهم هنا بقى ايه، هيقول له لا انت اصابتك دي انت ما قلتليش عليها، المفروض كنت قلت لي انت عندك كسر وليله سودا. هو اتفاجئ اصلا. هو ما كانش يعرف. وازاي واحد في الحاله الصحيه دي عارف يعمل كل ده؟ لان هو متغاضي عن كل ده. المهم ان انا اعمل الحاجه اللي بحبها. لسه طريقه نطول لابو ظبي مضحكه. ابو ظبي. ابو ظبي زي فلاحين او صعيد. ده حقيقي. جائزه ابو ظبي. ابو ظبي. ابو ظبي. نحط دي في الحلقه. لا قصه. لا عادي، احنا بنحط حاجات غريبه. لا قصه. عشان انا هبعت بتاع ده للناس. امه دي انا ما بحبهاش بقى، بتعبر عن لا عشان هي قص دي كمان. عشان هي عاطفيه برخامه. اللي هي كانت عارفه ان ابنها هو السبب ومع ذلك راحت مسكت فيه. ايه في ايه؟ تعمل التليفون. مش مشكله. جاب فرده وفرده خلاص بقوا متاثرين بيه بقى، هو اللي بيجري بيهم بداله. السباق الاخير. تدريج حوار. ده حقيقي فعلا. مش موافق ان هو يتساب. اخر السباق ده من اجمل مشهد في الفيلم بصراحه. وعلى فكره انا شايف ان الفيلم اطول مشهد. اطول مشهد واطول سباق نص ساعه. انا شايف ان الفيلم ده كان هيبقى حلو لو ساعتين بس. في نص ساعه محتاجه تتاكل من الفيلم. انا متفق معاك في الجزء ده، وانت اكدت لي، انت وضحت لي ان الجزء اللي فيه الصراع ما بين ينعل ما بين اصل استنى يا عم، اعمل التليفون صامت يا عم.
اصلا انت لازم تيجي معايا في حلقات تانية. ليه؟ هتضحك ضحك السنين، اه بالذات لو مع اسامه. يا ابني ركز في الموضوع اللي كنا بنتكلم فيه. اصل الملوخيه لما بتتحط على الليمون ملوخيتي ADHD في لسانه. ايوه في لسانه. احنا بنقول حاجه، بنقول لك ايه؟ النص ساعة انت قلت لي جانب الصراع اللي هو ما بين الواد الراجل الشاب وهو قلت لي كان المفروض في مشاهد تتقص. هي حلو ان هي موجودة، ولكن هي موجودة كتير. وفي حاجة تانية انا مش عارف ايه ليه اتحطت في الفيلم، علاقته بالبنت. هي ملهاش لازمة. مش موضوع ملهاش لازمة، هي تحس ان هي ملهاش لازمة بس هي ليها لازمة للأسف. لانها بتوضح لك جانب مهم قوي في شخصيته، هو اتعرف عليها ليه مع انه هو مش جاهز لحاجة زي كده. عبثي. انا هموت افهم الناس ازاي بتخش في علاقات وهي مش جاهزة لده. عشان هو بالنسبة له العلاقة مش حب. امال انا ليه كده؟ ايه ده خلايج اهو يا ابني ما هم في ابو ظبي. انا عارف يا عم. معذرة. شبه مارك زوكربيرج. هيبعت له من الفينجر جولدن فينجر. رجع ده لو شفت فضلت. انت عارف انا جاي من الشغل بتاعت راحة الفيلم وقعدت اعمل كده وحش. ايه ده شفت من اوله لاخره وقفلته الساعه 1. بس هيبين لك قد ايه ان انت ممكن نسكتك بشويه فلوس. ايه ده بقى؟ Bloody hell! ده رخم. هنا بقى في متعة من نوع آخر. بيرس. أنا عاوز بس ده معي. القص لازم عندك فيجا ده ببلاش طيب فيجا او كفر يعني ده او ده ببلاش كم عم تقول ايش مسافر بص من هنا بص الفريق اللي بيغير كاوتش كام واحد ان هو بيحط وقود بيغير كاوتش كانوا بيعملوا الشغل ده بطيء قوي. لا لان كان مسموح بعدد معين يعني. بص كام واحد واقف 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 واحد واقف. كان مسموح باربعه بس. هيقعدوا 20 سنه يعملوه طبعا لان كل واحد يعني واحد بيفك وهو اللي بيركب وهو اللي بيروح يجيب البتاعه وهو اللي بيركب. انما دلوقتي واحد بيفك واحد بيركب واحد بيحطها في 3 بدل هو اللي عمل كل ده صح؟ لا دي قوانين اللعبه يعني مش هو اللي غير ده. هنا هم فاكر ان هو اللي غير القانون. لا هو ده قانون على الكل. عدد البيت ستوب بتاعه ثابت. هو اداهم حماسه زي ده. هم قبل كده ما كانوش مركزين. ايوه ما ده اللي بتكلم فيه. وما اداهمش زياده عدد. هو اداهم حماس اداهم بقى جزء من الفريق ما بقاش دخيل على الفريق. فهمت. بيلعب فاكر ان هو عمل كده بس زود من حماسه وفي نفس الوقت هو غير حاجه في فكره تغيير الصيانه غير الصيانه صيانه العربيه. كل مره كان بيلعب بخطه ايه؟ العين صابتني ورب العرش نجاني اللي هي البلان سي اللي هي الفوضى. كان مرة حط خطة خطة الفوضى بيعمل قلق في النار ويكسب بفروقات حاجة كمان في السباق ده هيعمل حاجتين مهمين قوي. كريم علي ما متحمس شوية او السلطة طالع بيؤمن بالحظ. هو الأول الواد اسمه بيرسي تاو.
في السباق. How's JP doing up there? He's keeping the leaders at bay. DRS active next straight, Sonny. It's another overtake. He's lost the lead. المنظر ده كان في نهائي الفورمولا 1 فعلا، كنت بتفرج عليه لايف. كان النهائي كان في فرنسا تقريبا. رحت فرنسا؟ لا ما اتفرجتش عليه هناك، اتفرجت عليه. لا هو عندهم في حته في فرنسا كده اسمها ما عليه. الحته اللي فيها محمد حمدي. مين محمد حمدي اصلا؟ في حد ما يعرفش محمد حمدي واحمد الوكيل ويحيى على رشدان محمد حمدي قبل كده؟ انت معلق صورته وكريم في أوضتك، الشبراوي صح؟ معلق صورته في اوضتي، والتوقيع بتاعه اللي على صورته معلقه. هو اللي وقع لك؟ اتفضلي. ده متسابق يا لهوي، سابق فيراري في موناكو في فرنسا. And drops now to P3. Sorry guys, my rear tires. في واحد في لاس فيجاس، واحد في موناكو. بص هنا بقى هيغير Stretching الطرف. those tyres to the limit. Short-term pain for long-term gain. مو عمل له ايه؟ منى. And he exits the pit. He'll have fresher tyres. He can now attack in the second half of the race. Sonny, the three leaders are still on hards. They're going to have to stop again. This is their pit window. One of the leaders is going to undercut. I need to beat it when they do. P3 Ferrari, Pepper, can he beat it to one? المكنه الكيمي دي بقى لما بتيجي تحلق بيها دهنك بالزيرو بتسيب شويه شعر هنا وشويه شعر هنا، بتضطر ان انت تشيلهم بالموز. طب انا بستخدم المكنه دي طالما محتاج ان هي تستخدم موز. ايه علاقه ده بفيراري دلوقتي؟ يعني فيراري لو سمعك هينتحر، ما هو ميت اصلا. Through the first corner goes Sonny Hayes. It's neck and neck. It's really tight. And he's عامل الكتابه على الشاشه دي ما بتعجبنيش، بس هي هنا حلوه. بص بقى، بص الاطارات خلاص اتبهدلت وفيراري طالعه. بص طيران فيراري ومرسيدس. قال لهم انا عملت كل اللي عليا دلوقتي وشكلي كده هاخد مركز ثالث، مش هقدر اعوض الفرصه. هنا بقى بيبين لك ان مهما كانت جرأتك ومهارتك وخبرتك لوحدهم، ايوه محتاج شويه حظ عشان تكسب. دي حقيقه. ان انتوا الاتنين كمان ما كسبتوش، ده لازم يجي لكم حاجه من السما كده من القدر، وده اللي حصل دلوقتي. عنصر الحظ وعنصر الموهبه وعنصر الكاريزما، انت كل محتاج العناصر خبره مع ومحتاج بعضها، مهاره وخبره وجراءه. ومهاره، كل دول انت لازم تحتاج كل العناصر دي مع بعض علشان توصل لحاجه. ما ينفعش عنصر فيها يبقى مش موجود او قليل قوي وبقيه العناصر موجوده، هيبقى في حاجه ناقصه. هو اي نعم ما فيش فينا حد كامل، بس هي الفكره على الاقل حاول إنك توازن ما محتاج بينهم. ده. فهنا هيحصل لهم حاجه دلوقتي. بص الاطارات تلفت تماما، طالما تلفت لو جري عليها تنفجر خلاص، مش هقدر اجري. مكتوب كانت الظروف ضدهم مع انهم عملوا اللي عليهم. بس الجمله دي جمله تلمسك قوي. بس هو مش عايز الجمله دي، انا عايز اوصل. ماشي جنب مرسيدس. المفروض ان هو كده عربيته اتدغدغت. بسبب دي بقى هيرفعوا العلم. هيوقفوا الماتش. هياخد اعفاء. هيوقفوا الماتش 10 دقايق او 17 دقايق. هنا بقى من اول هنا انا مش عايز اجري ولا ثانيه. ده زي ايه؟ زي ضربة جزاء كده. جات في الدقيقة 90. لازم تكسب. جات لك بعد ما يئست والماتش خلص وخلاص. بص حصل لك 3 تبديلات ونزلوا 3 مدافعين. احنا هنستقتل على الجون دلوقتي خلاص، فاهم؟ كله سبهل. النتيجة هتتقلب 180 درجة في آخر لفة. بص كأن في حاجة نزلت من السماء. شفت التتنيحة دي؟ لما جاله في الأول في الكافيه قال له أتؤمن بالمعجزات؟ أيوه. معجزات. Hayes will only be allowed to continue in this race if he can get his car all the way around the circuit and back to the pit lane. Sonny can get it back. وهيرجعوا العربية ولازم يشوفوا حاجة زي الفار كده، يشوفوا هل دي تستحق فعلا إن هي تبقى حادثة. الفار ده يجيبوه ازاي؟ بيجيب نارون؟ انا اسف يا اسطى، انا اسف والله بجد.
اشرح لي يعني ايه الفار تاني. انت ما بتتفرجش على ماتش كوره قبل كده؟ لا خالص. الفار يعني يعيدوا المشهد، ما هو الحاجات دي متصوره برضه، فهو بيعيد يشوف الموضوع ده هل فعلا زي خبطه مثلا، لو واحد خبطك من ورا هو السبب، خبطك من ورا يعني هو دي مشكله لازم نوقف السباق، فاهم؟ فهمت. طيب لو انت اللي خبطت انا نفسك كنت عارف مثلا، الموضوع ده بس مش عارف يعني ايه، فاهمني؟ تمام، المسمى بتاعه ايه؟ المسمى ده في كره القدم الفار. ايوه فاهم. تمام. اهدى كده، اهدى، بص فرصه وجات لي، اهدى كده. الرايه الحمراء، ريد فلاج، لسه قدامنا فرصه. طبعا الريد فلاج ده بقى مين؟ للي وصلوا لاخر ثلاث في اللفه الاخيره، الثلاثه اللي هم مين؟ فيراري، مرسيدس مش عارف رد بول معاهم ولا لا. انا عارف، اهدى، عارف. بص بقى المزيكا هنا اختلفت ازاي. من اهم عناصر الفيلم ده شريط الصوت مظبوط اكتر من اي فيلم تاني شفته، بالذات السنه دي في افلام شريط الصوت بتاعها معمول كده. بص بيغيروا بقى اجزاء العربيه كلها، هنعيد تفكيك العربيه، هم حرفيا بطوله العالم واقفه على 10 دقايق دول. انا مش عارف حاجه خالص دلوقتي، بص ابني. اشربوا ميه كده لويس هامilton بجد بطل العالم بجد. ده بالنسبه لي اهم من كريستيانو رونالدو. البتاع نفسه هو اللي رفع العربيه من كتر ما هم. انا بحب كده، انا بحب روح الفريق دي. سيبوني دلوقتي، بص انا سيبوني. خرج من المضمار واصطدمت سيارته، دي الحاجات اللي بسببها، فاهم؟ روح الفريق، هو ما بيكسبش لوحده، هو بيكسب هو وزميله والفريق الفني والشركه كلهم بيكسبوا. هو مخالفه زي 30 سنه اللي فاتوا، بس الامر الان بيد صاحب السياره وليست السياره، لان المشكله كانت في السياره. يقولوا دلوقتي الامر بقى بيد صاحب السياره. فاضل 3 لفات، يشيلوا العربيات اللي اتكسرت. فاضل 2 ونص. لويس انا الراجل ده كان قاعد يلعب 7 سنين لمرسيدس، السنه دي كسب لمرسيدس ومضى مع فيراري. مناسبة حتى على جنب. وقال له ايه؟ شفتش. 3 لفات تمثل حياه كامله. فوز، بيقول له انت فوز. Sonny, you got a minute? We got you a car. You rock. Thank you. لطيف. Because Apex GP didn't make the top 10 in qualifying, they have a new set of soft عندهم tyres مجموعة جديدة من الإطارات وهيديلهم سرعة إضافية. on the used soft tyres. بيديلهم سوفت تايرز. بص عشان تفهم التايرز أو العجل 3: أبيض أصفر أحمر. في للمطر وفي الإطارات الخشنة والناعمة، كل حاجة فيها ميزة وعيب. في اللي بتديك سرعة بس ما تديكش تماسك، زي وفي اللي تديك تماسك بس ما يديكش سرعة، تنفع مثلا في المطر. تمام. بص هنا بقى عندهم نوع تالت. الخشن ده في المطر صح؟ الخشن في المطر طبعا، لأن ناعم على مطر هيتزحلق. تمام. بيقولوا إن ممكن يكون سونيز هو اللي دبر كده، لأن هي تطلع منه. بيقول له سيارتنا الوحيدة اللي ليها إطارات جديدة، ودي ميزة عشان فشلنا في تصفيات امبارح، ما كانش عندنا ان احنا خيار ان احنا نحطها.
It's a Sony thing. دي فلسفة سوني، بيقولوا إنه ممكن يكون سوني هو اللي عمل كده. دي لفة التشكيل. مش عايزين نطول يا اسطى علشان الحلقه كده. قص عاوز هامilton ولوكير وبيرس وهايز، هم الأربعة الأوائل، هم اللي هيطلعوا. فيراري، مرسيدس، واثنين بي اكس جي بي. دي لفة التشكيل. عربية فيراري روشة أوي بصراحة. هنا بقى حاجة من الأعظم على الإطلاق. Sonny, we just searched for the stewards. خبر من الحكام. We're debating whether to tell you. Casper says yes, but Kate says don't. She says you're fast when you're angry. بيقولوا إنك سريع عند الغضب. Well done. And here's news. اتخذوا الحكام قرار. يعتبر حادث. No further investigation. That was your line, Sonny. Go finish your race. Joshua, still got 2 cars in the mix. Then we've got a team. بيقولوا عندنا عربيتين اللي احنا عند الفريق. Absolute sprint to the finish. ستكون عاصفة فعلا. مرسيدس وفيراري وبي اكس جي. بص، الأفضلية في الإطارات لإبكس جي بي. تمام؟ الافضليه في السرعه الفيراري سرعة. تمام؟ كسائق مرسيدس، كسيارة فيراري، ككاوتشات بي اكس جي بي. مين اللي هيكسب؟ من الحاجات اللي فيها حبس أنفاس وخبرة جوني سوني. تبع قيادتي. يقول له ده ورايا، قال له اسمع الكلام. عنده خطة دايما. المزيكا دي عندي برضو. بيقول له بيجرك استفيد منه. بص، في حاجة كده في الفيزياء بيقول لك ان انت لو في حاجة قدامك فهي اللي بتمتص الهواء، اللي انت الهواء جاي كده وانت مخترق الهواء، فلو في حاجة وراك هي المقاومة هتبقى أخف. فانت تفضل ماشي وراه لحد فترة معينة، تقوم خالع وانت بتلف الملف تسابقه حتى لو انتوا الاتنين سرعة واحدة. ده المنطق اللي بيعملوه الطيور المهاجرة. الطيور اللي بتهاجر بتطير مسافات بعيدة قوي، فدايما بيبقى في قائد للسرب بيبقى حواليه عاملين زي السهم كده، بيبدلوا كل فترة عشان الضغط على الأجنحة ما يبقاش كبير. وده اللي عملوه على الوينجز اللي موجودة دي اسمها وينجز، أجنحة معمولة. عشان كده بقول لك الفكرة في الايروداينامكس، في آلية عمل الهواء في العربية بتحدد قوة التصادم بتاعة الهواء بجسم العربية. تخترق الهواء. تمام؟ وبيقول له خليك ورايا. هو عايز يكسبه عند حتة معينة، هيقول له روح انت. شفت في الملف؟ هايز دور الطعم بيعمل ايه؟ يقوم هو جاي من ناحيه العربيه، فالعربيه تقوم قافله عليه عشان ما يعديش، فيقوم فاتح للتاني مكان فيعدي. لوكير ده اللي هو سواق فراري، عمل جماعي مثالي. ده بيقفل عليه والتاني يخش ويقوم فاتح له زاويه هواء. مشهد بديع فعلا، اللي فاهم ده هيشوف قد ايه هو بيعمل حاجه. بس المتصدر لويس هامilton.
Lewis will defend whichever car attacks first. بيقول له ليه ما تجاوزوش؟ قال له هو لويس هامilton هيصطاد اول عربيه تيجي عنده، لان هو من المعروف عنه بطبيعه سواقته ان هو شرس بيهاجم، واي عربيه تيجي جنبه بيخبطها. تمام، لازم واحد يضحي. بس الحته دي 2 on to 1, and all the pressure is on Lewis Hamilton as Apex work as a pack. Go ahead. فوز بالسباق ايها الشاب. الحته دي انا حطيت نفسي مكانه، انا راجل كبير فزت كتير، خلي الشباب يكسبوا، روح اكسب، مجد ليك. دي من احلى الحاجات اللي شفتها، يعني فيها زي ما تقول ايه، فرق اجيال، او فيها يعني ايه، تعامل جيلين مع بعض، فاهمني؟ من اعظم الحاجات اللي شفتها. وفعلا دخل يمين، فهاملتون دخل معاه يمين عشان يقفل عليه، ففتح شمال لمين؟ لبيرس. لو فضل محافظ على ده يكسب. سباق ملحمي لنهائي الموسم فعلا. سوني هايز ولويس هاملتون لم ينتهي بعد. بيهاجم، هو فعلا من النوع اللي بيهاجم، بس ده بيكمل، ما اتقلبش. العربية لفت منه بس. بص المزيكا اختلفت ازاي، قلبه على صاحبه. فين سوني يقدر يكمل السباق برغم ان هو متصدر الصدارة معاه؟ فاضل لفة كمان وهاملتون ما بيسيبش، بيقول لهم سيبكم من اللفة، سوني كويس ولا لا؟ ما كانش كده. بص التغير اللي حصل. هناك المركز الأول لا شيء، المبتدئ يبقى ثابتا في مساره. بص، وهو هنا يقاتل بطل العالم 7 مرات. أنا وأنا بتفرج على اللقطة دي في السينما جسمي أشعر، مبتدئ موازي. وبص بيقولك الجملة مع تصوير المشهد ده مع المزيكا دي، تخيل انت اول مرة تخش فورمولا 1 وفي سباق مع بطل العالم 7 مرات. يما الاتنين طلعوا بره. سوني هو اللي هيعدي، فاضل لفة واحدة. بص هنا بقى، لم يتبقى إلا لفة واحدة لفريق إبكس جي بي، والسؤال هو هل لديهم السيارة اللازمة؟ بص مدير الفريق يقول له إيه؟ We have a driver. We have the driver. We have the driver. مش العربية اللي هتكسب، السواق اللي هيكسب. بص هنا نفس القصة الإخراجية اللي حكيت لي عنها، مفيش صوت، هو ما بقاش حاسس بنفسه. أنا فسرتها من ناحية نفسية كده، هو مش حاسس بأي حاجة، هو مش شايف أي حاجة، هو مخه اللي كسبه. هو مش شايف غير خط النهاية، هو مخه راسم كل حاجة، مبرمج نفسه. ممكن يعدي مسارات كتير وكذا لفة زي ما هو عداهم دلوقتي كده، وهو مش حاسس ان هو بيلف، هو مش حاسس، هو مش هو طاير. بالظبط، هو طاير. انا ماشي، انا جسمي بيتحرك. اهو ما يحلق. اللي كسبه عقله الباطن، اللي دمره في الاول عقله الباطن، واللي كسبه في الاخر عقله الباطن. ودي من اعظم نهايات الافلام اللي اتفرجت عليها. الحته اللي انت اكيد في السينما حسيت انك كنت انا كان بتجري ومره واحده وصلت اللي انت عايز توصل. كان في حفله ادرينالين في جسمي، كانوا عاملين مرتغانه جوه. انا قمت سقفت تلقائي وقعدت اعيط. هنا بص كل واحد راح حضن الحاجه اللي بيحبها. بص بقى ركز هنا،
حضن ده، وده مسبهل. ده مين؟ مش هو مش مستوعب. نفسي اوصل لحاجه زي كده، نفسي اوصل للحظه دي. شوف هو وصل له ازاي، شوف المعاناة والمعافرة عشان يوصل. Means another 3 years for Ruben, right? Yeah. Guess we'll check back about that deal. Presuming you're still on the board. Breathtaking, breathless, incredible. What an Abu Dhabi Grand Prix this has been. What a victory as well. واقف عند المركز الأول. It's a race for the ages, an absolute thriller. And this man wins his first Grand Prix. ثانية حتى بس كده. تعال. I'm going to win a million races. You should at least have one. بيقول له أنا هفوز بمليون سباق، أنت راجل عجوز. هيسيبه، هيدخله هو. يلا يا ابني. أنا ده بيلعب عشان يكسب، عشان محتاج يكسب. ده بيلعب عشان محتاج يلعب. ده حضن مراته، وده حضن الكاس، ده حضن صاحبه وامه. كل واحد راح للحاجه. مدير اعماله. كل واحد حضن الحاجه اللي هو بيحبها. دايما الانسان لما بيبقى في لحظات زي كده بيحب يبقى قرب الناس اللي بيحبوه. لاحظ ان هو بقى بيضحك لما النهايه اتغيرت. شفتش عمل بالكمالية دي من فترة. شكرا. هتعيط ولا ايه؟ سابهم كلهم وراح قعد لوحده. يا اسطى في تفاصيل جميله في الفيلم لدرجه قلقت الكاب. يا اسطى بص شعره، ده شعر واحد قلق الكاب فعلا. والله بجد ما بهزرش. ده حقيقي. وكان متسابق بجد، مش فاهمني. لو فكرت في يوم من الأيام إنك عايز تيجي تسابق مع مرسيدس، تعال. جاله عرض من مرسيدس يقول له شكرا بس أنا مكاني هنا. اتغير. كل واحد وصل لهدفه. خلي بالك، كل واحد وصل لهدفه. دي صنعت أفضل سيارة. دي قدرت إن هي تفك الإطارات وتركبها في وقت قياسي، وهو قدر إن هو يكسب بالفريق بتاعه. الولد ده اتغير، وده اتغير. قصة من أحلى النهايات اللي شفتها من فترة. بجد أنا أزمتي في النهايات. نهايته حلوة. يعني أنا في حاجات كتير جدا بشوفها أعمال عظيمة جدا نهايتها وحشة، زي مسلسل فايكنجز مثلا. مسلسل متكامل نهايته خراب. ليه؟ وتقول لي ليه نهايته خراب؟ ما كملتوش. ما أنا مش هقول لك إيه هي. أنا من وجهة نظري فيها حاجة مش عجباني، بس هو كعمل فني متكامل. عدي الحتة دي. بس في الآخر بقى هيمشي، وآخر حاجة إن هو هيشوف إعلان لسباق عادي كده رالي في الصحراء، وهيروح يسابق تاني، لأن هو برغم إن هو وصل
لاعلى مرتبه وصل لبطل العالم في الفورمولا 1 الا انه يروح يسابق في الصحراء لانه هو بيحب يسابق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا مبسوط جدا بالحلقه دي والشغف اللي كان عندك وانت بتحلل كل جزء في الفيلم، ونفسي ان دي تتكرر تاني بجد، نفسي مش مجرد كلمه كده وخلاص، لان هي هتكون حاجه مميزه قوي بالنسبه لي، ان انت من احلى الضيوف اللي جيت هنا. مش كلهم ما كانوش بيتكلموا بالشغف ده. فانا مبسوط بالحلقه، مبسوط باللقاء ده، وعايزين نكررها تاني كرر في وقت قريب كمان، خصوصا لو اتكلمنا عن حاجه ليها علاقه بالعربيات، لان انا شغفي بيتحرك ناحيه العربيات او الطب النفسي. او الطب النفسي. انت هنا خلي بالك ما حللتش الجزء بتاع التكنيكال بتاع العربيات بس، انت حللت برضك نفسيا حاجات كتير قوي. فاهمني؟ ون فاهمني؟ فانا مبسوط بالحلقه دي. انا مبسوط اكتر برغم ان هي اخدت اكتر من الوقت المسموح ليها. يا عمي هذه لا شويه. كان معاكم معتز السويسي والدكتور سفيان المصري. شير الحلقه دي ما تنساش، تعمل لنا سبسكرايب وما تنساش تعمل لنا سبسكرايب وتفعل زر الجرس وتفعل زر الجرس وتخش تتفرج على سلسله الحلقات اللي احنا عاملينها. بص على المصادر وتبص بصه، مفيش مصادر اصلا. وتبص بصه في اي حاجه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونلقاكم في المره القادمه. انا لازم نص ساعه من الحلقه دي. بص يا باشا ايه فصل